احنا بطبيعتنا بنرتاح للروتين، بنبقى مطمنين واحنا شايفين مسار حياتنا واضح قدامنا وهيوصلنا من نقطة ألف لنقطة ب. بنحب نصحى كل يوم واحنا متوقعين حياتنا هتمشي ازاي، ولو حصل أي خلل في عنصر من عناصر روتينية ورتابة حياتنا بنعرض نفسنا لاحتمالية إن النظام اللي قعدنا كل الوقت ده بنبني فيه ممكن في لحظة يتهد. وبيسيطر علينا الخوف من المجهول، الشك في قدراتنا، اهتزاز الثقة في نفسنا، وإحساسنا بالعجز أو الفشل. كلنا بيعدي علينا فترات انتقالية في حياتنا بشكل أو بآخر، نهاية مرحلة في حياتنا بس بداية المرحلة الجديدة لسه مش واضحة، زي نهاية المرحلة الدراسية وبداية الحياة العملية، توديع علاقة أو صداقة دامت سنين طويلة، فقدان شخص عزيز علينا، أو انتقال من المكان أو البيئة أو الوظيفة أو الدور اللي كنا متعودين نأديه بقالنا زمن. أغلبنا اتربى على مبدأ التعلم من تجارب الآخرين، لازم نسأل حد أكبر أو أكثر حكمة أو ذات تجربة. بنخاف نسلك الطريق الأقل سفراً، مش بنعوز نبقى أول حد يخوض أي تجربة جديدة ونضطر بعد كده نتحمل عواقب التجربة دي لو باءت بالفشل. بقينا حريصين زيادة عن اللزوم، خايفين من المخاطرة. ممكن نقبل على نفسنا إننا نفضل في وضع مش مناسب لينا أو مكان كبرنا عليه بس لمجرد إننا خايفين ناخد خطوة، أو نمشي في طريق ما نعرفش حد جربه قبلنا، نغير تخصص دراسي اكتشفنا إنه مش مناسب لينا لمجرد بس استخسار المجموع، نستقيل من وظيفة مش بتوظف مهاراتنا عشان قلقانين ما نلاقيش وظيفة بنفس الدخل أو بنفس مستوى الاستقرار، نسيب علاقة أو صداقة مؤذية لينا بحجة العشرة والعيش والملح، أو إن اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. نشأنا في حياة اضطرينا نتعلم فيها بطريقة قاسية جدا إنها مش بتقف أو تستنى عند حد، على طول تحت ضغط إننا ما ينفعش نريح شوية. قيمتنا في نظر نفسنا بقت مبنية على إنتاجيتنا، ما تعودناش ندي نفسنا فرصة نوقف الزمن لحظة ونبص على كل اللي فات ونشوف اللي كنا أقوياء كفاية إننا نقدر نعدي بيه، حتى لو وقتها كان ممكن نلف وشنا لقدام ونلاقي نفسنا مش عارفين إيه اللي ممكن يكون جاي في السكة. لازم نجري عشان نلحق نواكب عجلة الحياة، ما بقاش عندنا رفاهية التأمل أو الوقت اللي يخلينا نستوعب إن أوقات كتير المرحلة القديمة دي ما كانتش مناسبة لينا، إن بدل ما نبقى خايفين نقدر نعتبر دي فرصة ربنا ادهلنا عشان نعيد اكتشاف ذاتنا، نعرف أكتر عن قدراتنا اللي لم تتاح لها الفرصة إنها تظهر لحد دلوقتي. مش لازم نبقى فاهمين كل حاجة طول الوقت، أوقات كتير مش بنعرف الغرض من تدابير ربنا لينا إلا بعد فترات طويلة. ساعات الحل الوحيد بيكون هو إننا نعيش اللحظة زي ما هي، حتى لو اللحظة دي مش مريحة. المشاعر السلبية دي كلها ممكن تتحبس جوانا، أوقات كتير بنفتكر إن إحنا الشخص الوحيد اللي بيمر بكل ده، مع إن لو قدرنا نعبر عن ده ونتكلم مع بعض بحق وحقيقي هنلاقي إن دي تجربة عالمية وإننا نقدر نطلب المساعدة، بل وفعلا نلاقي المساعدة دي. إحنا بس محتاجين نبطل نقسو على نفسنا ونتوقع منها النجاح المتواصل الغير متذبذب. محدش بيقدر يقدم 100% من طاقته كل يوم، النجاح مبني على الاستمرارية مش على مدى إنتاجيتنا طول الوقت. ادي نفسك الفرصة، اكتب مشاعرك أو عبر عنها، اهتم بالتفاصيل الصغيرة، قدر كل حاجة بتحصل في يومك، النعم اللي كتير بنغفل عنها عشان اتعودنا نلاقيها موجودة كل يوم. جرب تمارس هواية جديدة، ابدأ الحاجة اللي كان نفسك تبدأها من زمان بس كنت بتماطل عشان مفيش وقت دلوقتي أو الوقت مش مناسب. الوقت المناسب عمره ما هيجي، انت بس محتاج تبدأ. اسلك الطريق الأقل سفراً حتى لو مش عارف الطريق ده هيودي على فين، عشان السر طول عمره كان في الرحلة مش في نقطة الوصول. وما تستناش اللحظة اللي هترجع فيها زي الأول، لأن كل تغيير بيحصل في حياتك بيغير فيك أنت شخصياً، والنسخة القديمة منك كان لازم تتغير عشان تقدر تشوف نفسك بشكل أصدق وأوضح. ووقتها حتى لو رجعت مش هتحس إنك نفس الشخص تاني.